كانش ليها لازمه ل 21 فريق. امم مش شايف ان ده في صالح الكره المصريه بالمره يعني. الدوري المصري السنه دي الدوري المصري السنه دي هو اول مره يتلعب ب 21 فرقه، فانت شايف الدوري هيبقى عامل ازاي، وشايف المنافسه هتكمل ولا برضو الدوري هيخلص بدري؟ وطريقه المجموعتين ونفس طريقه عملت السنه اللي فاتت، هي طريقه ناجحه ولا فاشله؟ عايز اسمع وجهه نظرك. طيب الدوري هيبقى فيه منافسه للاخر او لا؟ بعيدا عن اي حاجه بره كره القدم العادله، فالدوري هيبقى فيه منافسه. انا شايف سيراميكا تقيل، وشايف زد تقيل، وشايف المصري تقيل، وشايف الزمالك تقيل، والاهلي تقيل، وبيراميدز تقيل. كل الفرق دي تقيله كرويه جوه الملعب، بعيدا عن اي حاجه هتاثر عوامل بره. ما بتكلمش على حاجه معينه، كل العوامل اللي بره الملعب. فكمنافسه في امل ان انت تشوف منافسه لاخر لحظه. دي اول شق في السؤال. الشق الثاني بتاع السؤال فكره ال 21 فريق. طبعا احنا في يعني اللي بيحصل ده مش صح، اللي بيحصل ده مش صح. ما فيش حد بيقيف دوري، يعني ما فيش حد بيظبط شكل دوري علشان حاجه معينه ايا كان الحاجه هي ايه. وفي الاخر الدوري ليه سعه، واللعيبه ليها طاقه، والجمهور في الاخر عايش في حاجه منظمه علشان تنجح، والمنظومه تنجح، والاتحاد ينجح، وكره القدم المصريه تنجح. بس فكره ان انت بتعالج اخطاء سابقه، ان انت قسمت الدوري مجموعتين، انا مع الفكره دي. وكنت معاه جدا السنه اللي فاتت، وكان نفسي تتطبق من 3 4 سنين، ان انت تلحق تصلح وضع الدوري بتاعك وانك تعمل ده. وده ادانا على فكره، خلانا النص الثاني من الموسم اللي فات كان قوي جدا. كل الفرق اللي كانت في التوب ليج النص اللي فوق بتنافس، وكلها بتعور بعض. يعني كل الفرق، الزمالك اتعادل له 3 4 ماتشات مع فرق كانت ادت وكانت اثرت في الاخر على ترتيب الدوري. فانت لو مش هتنافس فانت هتاثر على ترتيب الدوري، لان هم دول الاقوياء اللي باقيين. دي كانت حلوه ان انت قسمت الدوري للجزء ده. في ناس جت عرضت قالت لك طب ما انا اللي تحت ده جمع نقط اكتر من اللي فوقيه. ما هو جمع نقط عشان بيلاعب فرق اصلا سهله. بالظبط، ما هو ما جمعش نقط علشان هو ما كان قبل كده زي ما بيقولوا كان فلح. كان فلح وفضل مع الناس اللي فوق. ففكره القسمه كانت حلوه لمده موسم مثلا اللي فات، او لو الموسم ده كمان علشان كده. بس ما كانش ليها لازمه ل 21 فريق. انا مش شايف ان ده في صالح الكره المصريه بالمره يعني. حتى يعني انت بتظلم انديه من تحت وبتظلم انديه من فوق، وهيأثر على كل فكره الدوري. بس اتمنى ان شاء الله ان دي اخر شكل الدوري بالمنظر ده، قبل ما نرجع بقى للدوري الطبيعي اللي يبقى فيه فرصه ان انت تعوض ذهاب وعوده. دي حقيقه.